الامريكيين المدلعين دول. يا رجاله بصوا كده، انا ماشي لقيت الطريق ده اكمل لكم الخط. بالك ايه الروح المكان ده؟ بص الرحمة ازاي يا رجاله. صباح الخير. بصوا حالة الساعة كام؟ الساعة 5 يا رجالة. المهم في السرير بتاعي تاني. النهارده هيبقى فيديو نفس يوم في حياتي، بس الفرق ان ما فيش جونة، ما فيش ناس تانية، هيبقى انا وانت بس نتمشى في الحي. طبعا الفيديو مأخوذ من الكومنت ده، شكرا. وبس هتمشى وانا وانت نحكي، نتعرف على بعض اكتر، ووريكم الحياة في امريكا، الحي الامريكي بيبقى عامل ازاي. بس قبل ما اروح خليني ادخل استحمى على السريع واري. طبعا مش هاخد الكاميرا معايا انا بستحمى، الا لو انت عايز يعني. طيب يا رجالة، خلصنا من الحمام ونازلين نعمل اه رعبني وشك ده سيف. المهم هننزل نعمل اكل بسرعة، لسه زي ما انتوا شايفين الشمس ما طلعتش، مفيش حد في البيت، قاعد لوحدي. المهم شغال، كفاية النور ده. عندنا قطة بالمناسبة برضه، قطة مش شيطان صح؟ والله القطط دول مش سالكين، مع انهم ارجل من الكلاب بس مش سالكين. طيب يا رجاله، اعمل اكل ايه؟ ما عندناش وقت، انا عايز اخلص الحوار ده بسرعه. هعمل يا طويل العمر سندوتشات تركي، اللي هو دجاج تركي. اكسل يحرق الكلب واقع مع السلم. سلم. احكي لكم على موقف يا رجاله. اول ما جيت هنا كانوا ادوني غرفه فوق غير الغرفه اللي انا فيها دلوقتي، بس كانوا مديني غرفه فوق. ايه اللي حصل؟ في مره كنت قاعد اغسل ايدي استنى بقى بهزر تعالى. المهم في مرة كنت قاعد مع نفسي ولا أي حاجة على الساعة 5 بالليل، أو مش 5، ممكن حتى 3، كان الوقت متأخر جامد يا رجال. المهم كنت قاعد ومتغطي مغطي نفسي بالغطا، كنا في الشتاء، والشتاء هنا انتم مش متخيلين الشتاء عامل ازاي. بعدين سمعت جنبي وأنا نايم، سمعت وش جنبي، في وش جنبي، متخيلين يا رجالة؟ سمعت وش جنبي. وبعدين بعد شوية قعدت أسمع واحد بيتنفس جنب راسي. انا قلت انا رحت في داهيه، انا قلت انا رحت في داهيه. حرفيا كنت مرعوب، هموت من الرعب. انا قلت ما تعرفش ايه اللي في امريكا، الكفار دول هيكون عندهم ايه. فانا شايف كونجرينج وشايف افلام الرعب، قلت بس انا رحت في داهيه. جات لي القسيسه ولا مش عارف اسمه ايه. المهم قعدت كده وواحد بيتنفس جنبي 20 دقيقه كامله، 20 دقيقة وأنا تحت الغطا، هموت من الرعب، هعمل على نفسي. حرفيا كنت مرعوب، هموت من الرعب. جمعت كل قدراتي وكل ثقتي بنفسي وشلت الغطا. فجأة لقيت حاجة سودة بتزحف على الأرض جامد. قلت بس لسه كنت هموت حالا. اللي ما فهمش لغايه دلوقتي، طلع ابن الكلب ده، هو اللي شايفينه، حتى انتوا مش شايفينه في الضلمه، شايفين شكله بيبقى عامل ازاي في الضلمه، يحرق ابوك مرعب. فالمهم يعني طلع الكلب ده، وانا فضلت يعني 20 دقيقه. انا لما الكلب ما طلع يجري انا ما فهمتش ان هو كلب، كنت يعني نعسان. فضلت حوالي نص ساعه بعد ما الموقف ده حصل مش عارف افسر ايه هي الحاجه اللي بتسحب. بعدين لما صحيت الصبح اليوم الثاني نزلت تحت شفت الكلب، فهمت ان هو ده البتاع. هبقى بطبطب عليك بس خليني اخلص الاكل يلا عشان انت سالك بس. اديهم حركه. اسمع يا عم، خلينا حركه. ها شغل عادي. استنى اكسل سيت رجوله والله. هسلم عليك بس برضه بعد ما اخلص اكل. الدنيا بتمطر ولا ايه؟ وحشتين. المهم طبعا انا اللي طلعت من الجراج مش من الباب العادي، عشان اقدر احط الباسورد في البتاعه دي. وطبعا مش هقول لك ايه الباسورد، انا ادوس اقفل الباب. بس هي دي الشكل الحي في امريكا. شوف البيوت بتبقى شكلها عامل ازاي،
تبقى فخمة. البيت اللي أنا قاعد فيه دي غرفتي. الغرفة دي هي اللي السقف دي. مين اللي يعرف ليه البيوت بيبقى شكلها كده؟ ليه البيوت بيبقى شكلها مثلث كده؟ البيوت بيبقى شكلها مثلث كده يا رجالة عشان أمطار، عشان السيول تتزاحم على البيت وتقع زي ما انتم شايفين كانت ممطره من شويه، واحنا في عز الصيف. انا متاكد يا رجاله ان انتوا قاعدين تتشووا في الوقت الحالي، بس يعني رد هي دي الاجواء. لو تلاحظوا معظم السيارات هنا يا اما شيفروليه يا اما فورد. شايف شيفروليه سيارات البيت اللي انا قاعد فيه ده كله فورد. مين اللي يقدر يعرف ليه؟ عشان هي سيارات بلدي، سيارات صناعة بلدية وطنية، صناعة أمريكية. هما يقولوا ليه ما ناخدش السيارة بتاعتنا؟ مرسيدس مثلا صناعة ألمانية فما لهمش فيها، فاهم؟ شايف السيارة دي فورد، دي نفس بتاعت البريد اللي بنشوفها في الكرتون، لكنها قولوا معايا لكنها في جامبل. شايف سيارة فورد بس دي تويوتا، بس يعني مش مشكلة. هم يا رجال مش عارف وش عامل كده ليه. الراجل في راجل في الشباك على اليمين بص اللي هو وده اللي انا خايف منه يا رجاله. انا ما بحبش كل اللي بيقول لي اطلع صور فلوجات بره. انا مش خجول، انا اقدر اطلع وازعق ومش عارف ايه. انا نفسي كمصطفى ولا ايه الملزق ده لما اشوف حد ماسك التليفون او ماسك الكاميرا وقاعد يمشي يتكلم. يعني مش تلزيق يعني. بحس حاجه بالمناسبه قبل ما نمشي خليني امشي الناحيه دي. رايك في شكل السماء يا رجال؟ ده في الصيف، ده في عز الصيف، في اخر شهر 6. فانتوا متخيلين الجو في الشتاء بيبقى عامل ازاي. بس دي حاجه كويسه انه في الصيف، بس برضه الصيف على الساعه 12 الظهر برضه بيبقى الجو غير مريح، بس مش حر قاتل يعني انا من يومين جالي تنبيه بيقول لك درجه الحراره قاتله، اوعى تطلع بره ومش عارف ايه. على تطبيق الطقس دخلت لقيت درجه الحراره كام؟ 33، اللي هو كيوت. 33 دي لما كنا احنا في الكويت شايفين حر مصر ده الكويت ضعفه تقريبا. في الكويت كانت لما درجه الحراره تبقى 33 بننزل لابسين جاك من كتر ما هي برد يعني. انا دلوقتي مش عارف انا بقيت متدلع ولا ايه، بس فعلا درجه حراره 33 بتضايقني يعني، وبتضايقني نفس درجه الحراره ال 40 في مصر، لان هنا درجه حراره رطبه بتبقى كده تحس ان انت ملزق حرفيا. شايفين بقول لكم ازاي ان امريكا ما تقدرش تتحرك بدون سياره؟ شايفين انا اتمشيت قد ايه عشان اطلع على الشارع؟ بس ده الحي، هو ده الحي اللي احنا قاعدين فيه. فالمهم اللي انا كنت عايز اوريه لكم عشان مشينا هنا يا رجاله المكان ده. بصوا فخم ازاي، دي بحيره الحي يعني. بس انا اصطدت فيها قبل كده يا رجاله. كنت رحت انا وكيلب اخويا، هو مش في البيت دلوقتي، هو في فلوريدا، راح ميامي فايس سيتي، مش ميامي بتاعتنا، مش بتاعت اسكندريه. رحنا نصطاد وكيلب بيحب الصيد جدا. انا مش بحب الصيد، بحسه ممل، بحسه متعب وبتقف في الشمس كتير ومش عارف ايه. المهم انا اصطدت سمك فطلعتها. انا وانا صغير ما كنتش يعني، ابويا ما كانش بيحب الصيد قوي، بس لما كنت راح اصطاد مع حد من عندنا من البلد كنت انا لسه صغير، هم يمسكوا السمكه ويطلعوها من اسمه ايه ما السحاب ولا اي حاجه. خلينا المهم نكمل. فبس انا مع كيلب يعني اخويا ومش عارف ايه، عايز اقول له كيلب اكبر مني بشهرين، بس اقول له كيلب شيل لي السمكه من الخطاف وبتاع هيطلع شكلي شاذ يعني كده. قمت مسكت السمكه وقلت الكيلب انا عمري ما شفت نوع السمك ده، ازاي تشيل السمكه من الخطاف؟ قال لي امسك الخطاف شيله من بقها. مش محتاجة حاجة يعني. قلت له طيب. مسكت السمكه بعدين لقيتها ما فهمتش، لقيتها مبلوله، بس مش مبلوله، ما هي لسه طالعه من البحيره يعني كأنها بتسرب ميه. فانا مش فاهم. مسكت الكيلب جه عندي، بعدين ببص كده يا رجاله الاقيها بتطرطر. السمكه طرطرت عليا وانا مشكلة يا ده ابوي وحمض ابيض صديق ريحتك كلها بتطير على وشك انا عدي. ما كنتش بضغط يعني، بس السمكه بتزحلق من ايدك يعني، اللي بيصطاد عارف، فلازم تمسكها بغشامه شويه. فانا مسكتها عصرت الطرطره براها يعني. وايه القرف اللي انا بقول. المهم ومن ساعتها وانا بكره الصيد وقلت مش هصطاد تاني. كده بيقول لي تعالى نصطاد، اقول له لا يا عم اتحرق. مرسيدس. الحي اللي انا قاعد فيه ده حي اغنياء الى حد ما يعني، او مش الى حد ما، هم اغنياء يعني. ملاحظين اختلاف المناخ يا رجاله؟ ملاحظين ان المناخ غير يعني. شايفين كل حاجه خضراء، تبص على مدى النظر يعني. انا ما اعرفش ايه الشجر الكتير اللي هناك ده، شايفينه اللي هناك خالص ده، تعرفش ايه ده. المهم وانا في الطريق هحكي لكم ازاي عرفت كيلب العيله اللي انا قاعد معاها دي.
اول ما جيت هنا اول يوم نزلت من الطياره، الست اللي جت اخذتني من المطار قالت لي انت عندك حصص دلوقتي، انت نام الصبح وبكره نشوف حل. قلت لها لا انا عايز اروح الحصص. انا قلت بقى حماس رايح امريكا بس ما اشوف الحصص مش عارف، كنت متحمس كنت اموت من الحماس. فقالت لي طيب عندك حصه رياضيات في مبنى كذا كذا كذا. حطيت المبنى على جوجل مابس وبدات اروح المبنى ده. طبعا الجامعه برضو بتبقى كأنها حي كبير وانت بتقعد تتمشى يعني. فانا اتمشيت للمبنى وبعدين قعدت في المكان اللي كان فاضي، كان الصف مليان. فانا داخل ولابس، كنت لابس بدله لاني انا مصري قحط يعني. فكنت لابس بدله. لو اقول لك حاجه ما تلبسوش بدله وانتوا رايحين تسافروا يعني، غير ان السفر 30 ساعه، غير ان انت شكلك يضحك يعني. المهم اللي حصل ان انا رحت وقعدت في الحصه، كانت حصه رياضيات، كان كالكولس 1 تفاضل وتكامل واحد وبس. يعني التفاضل والتكامل الواحد ده انا اخذت في ثانويه، فانا فاهم اي بتاع بيقولوه. الفكره ان انا رجاله وانا صغير، واللي كان معايا في مدرسه متوسطه وبيتفرج هيعرف. وانا في ثامن كان عندنا البرهان ده اوسخ ماده عدت عليا في الرياضيات لغايه دلوقتي. المهم لطشني تلطيش. المهم انا ما عرفتش احل اي حاجه، فبدات اعيط في نص قاعة الاختبار واحنا في ثامن. عارفين يعني ايه ثامن؟ يعني متوسط، يعني العيال كلها، في عيال بالغين في عيال لسه صغيرين. المتوسط ده اغرب وقت بيعدي عليك في حياتك يعني، لانك بتبقى احيانا قاعد في الصف جنبك واحد اكنه مخلص متجوز وعنده عيال، وجنبك ولد تحسه لسه ما اتولدش اصلا جنبك بتاع. فمتوسط ده، واللي هو ده الوقت اللي العيال كلهم بيبقوا فيه مش عارف ايه رجوله، الرجاله ما بتعيطش مش عارف. انا عيطت في نص 200 طالب. طبعا انتوا في متوسط، العيال بهدلوني بعدها. فضلت السنه كامله عشان اقدر اعالج الموضوع ده وارجع صورتي قدام العيال يعني. فمن ساعه ثامن وانا احسن واحد في الرياضيات. انا مش احسن واحد في الرياضيات، كان في احمد عصام وابراهيم احسن مني، بس انا كنت كويس قوي في الرياضيات. بالنسبه لمذاكرتي انا كنت في حصه الرياضيات ببقى مراكب. وفي ثانويه عامه ما نقصتش ولا درجه في الرياضيات، اللي هو الرياضيات كان بيبقى اكتر اختبار عليه درجات. المهم اكمل لكم الحوار. فانا كنت شاطر في الرياضيات جدا، فشفت ولد قاعد كده بيحاول يحل فانكشن اف اكس تساوي كذا، اف اوف 3 هتبقى تساوي كده. فانكشن انا فيش اسهل منها، فاهم؟ الحل ان انت تبدل الاكس بالثلاثه وتعملها عمليه حسابيه عادي، جاب 2 ضرب 3 زائد 3 اي عبط يعني. فالولد مش عارف يحلها وقاعد يشطب كتير. فانا بصيت كده قلت ايه القرف الامريكيين المدلعين دول. احيا رجاله بصوا كده. انا ماشي لقيت الطريق ده وبيقود للغابة. تعال ناخدك نتمشى، هل احنا ورانا حاجة؟ لا. المهم قمت لو لقيت تعبان او طلع لي عفريت ولا طلع لي من اللي هم السكين ووكر، اللي هم الحاجات اللي بيخوفوهم هنا في امريكا، فبصيت عليه كده مش عارف يحل فانكشن بسيط. انا قلت الامريكيين المدلعين دول مش عارفين يحلوا حاجة. قمت اخدت منه القلم غشامة لان انا غشيم. طبعا انا ما انصحش اي حد يعمل كده يعني، انت ممكن تتضرب وخلاص. وكيلب ده لاعب رugby فضخم يعني، ضخم يقدر يقتلني ببوكس واحد. فالمهم يا ولد رعب كده ولا حاجه. ايه ده في انا قاعد بتاع عنكبوت يعلى على وشي. والله رعب يا رجال. اكمل لكم الحوار. يا ولد ايه الرعب ده؟ سامعين الصوت ده؟ فالولد بصلي كده وضحك قال لي انت بتعمل ايه؟ قمت قلت له بحللك المساله، شوف تتحل ازاي. بتبدل اللي يعني اف اكس اللي اتغير بقى اف اوف 3. فالمنطقي ان انت تغير الاكس بالثلاثه يعني انت بتستهبل يعني. كلب بيهوهو رحت فيها. خلينا نرجع يا رجاله عشان ما تضربش. شايفين بحيرات، شايفين الجو، عشان تعرفوا ان امريكا اتبنت على غابات بس يعني. دي غابه في الحياه انا لسه بكتشفها معاكم يعني. كيلب وانا وقتها ما كنتش عارف اسمه يعني، قام راح ضحك كده وقال لي انت لهجتك اكنك جرو. Now I realize that you guys have probably heard about this other villain who stole the pyramids. تعرفوا جرو اللي هو من مينيونز، من Despicable Me تقريبا. المهم قال لي انت لهجتك نفس جرو. الصف كله ضحك. قلت له انت جينجر مالكش عزا يعني، عامل زي حزلقوم يعني. ليه بس كده فالصف كله ضحك برضه. وكان شكلنا احنا الاثنين معاقين قاعدين نتخانق مع بعض في اول يوم في الجامعه يعني. مش اول يوم، كان تاني يوم تقريبا. بس المهم يعني ان انا كنت لسه اول يوم احضره. فبعد الحصه
انا طبعا علمته ازاي يحل المساله وهو ما كانش عايز يعني. دي حاجه في لغايه دلوقتي ما بيحبش حد يساعده. قال لي انت منين او بتاع، قلت له انا من مصر. قال لي طيب انت لسه جاي حالا؟ قلت له انا لسه نازل من الطياره من ساعتين بالظبط. انا الست جابتني من المطار، حطيت حاجاتي في الشنطه، رحت الحصه دي. قال انت مش جعان؟ قلت له لا جعان. قال لي طيب تعالى اقول لك الكافيتيريا فين. وداني الكافيتيريا وقعدنا ناكل سوا ومش عارف ايه. ومن ساعتها واحنا اخوات يعني. وبس اشتراف ان الناس هنا رجاله. جاء بعدها بشهر جاء بيقول لي نهايه الاسبوع ده هي نهايه اسبوع الابهات قال لي يوم الابهات انت اهلك هيجوا؟ قلت لهم هيجوا من مصر اكيد يعني. قال لي طيب كويس خلاص ماشي. قلت له لا طبعا انت حمار، ازاي هيجوا من مصر؟ انت تعرف انت عشان تاخد الفيزا كعربي مسلم ايه اللي بيحصل لك؟ قال لي يا عم انا مش عارف او حاجه زي كده. قال لي طيب انا عيلتي جايين، عايز تيجي تخرج معانا؟ قلت له مش مشكله. المهم كان الوقت ده في نص شهر 9. كانت الدنيا بدأت تبرد شوية بس هي لسه حر يعني بالنسبة لهم يعني. بس أنا كنت بتجمد يا رجالة لأني كنت طالع من الكويت سيدة. الكويت دي صحراء حرفيا، الجو فيها موت. وأنا كنت لطيف بالنسبة لهم. قالوا ده لطيف بيضحك كتير بيهزر. وكان راحت أم كيلب. لا بقول لها أمي دلوقتي. راحت ام كيلب شافتني وانا بردان، راحت جابت بطانيه من السياره بتاعتها. انا فضلت متكلف كان شكلي مضحك قوي بالنسبه يعني. وبعدين عزموني ان انا اجي اقعد عندهم في اجازه نص السنه مش عارف ايه. ودلوقتي لما قلت اقعد في امريكا في الصيف خلوني اقعد عندهم يعني. رجاله اسلك ناس في الحياه. قالوا ان اللي في امريكا كلهم سالكين. السمعه اللي عندنا ان شعبنا طيبين ومش عارف ايه مش اكتر حاجه بتميزنا احنا كشعب. في شعوب تانية طيبه يعني. امريكا مش معروف عنهم ان هم طيبين، بس زي ما انت شفتوا واحد ما يعرفهمش بيعاملوه كابنهم يعني. لو رحت لكم في الحته الفخمه في الحي هتلاقوا فيراري وهتلاقوا كورفت وهتلاقوا سايبر تراك. بس انا مش عايز اتمشى كل المسافه دي. احكي لكم قصه تانية بقى. وانا بسافر شعري ما كانش كده. شعري كان مفرود، كنت بفرد شعري. دي حاجه مش فخور بيها يعني. المهم كنت بفرد شعري وكان شعري الى حد ما من كتر الفرد، انت عارف فرد شعر اللي بيتغير لونه بيبقى اصفر شويتين. وانا درجه بشرتي فاتحه بالنسبه للناس اللي من اسكندريه او من الناس اللي من الحته اللي انا منها يعني. كنت رايح اسافر. فالسفر لامريكا يعني نادر لما تلاقي فيه طيارات بتكون من القاهره لنيويورك على طول. بس انا المرات اللي سافرت فيها وقفت في دولة يا اما في فرنسا يا اما في دولة تانية فاهم. فانا كان عندي طيارة من القاهرة لباريس. ده اول مرة رايح فيها امريكا واول مرة اسافر فيها لوحدي وبتاع. سافرت كتير قبل كده مع اهلي من الكويت لمصر ومن مصر للكويت ومن مصر للسعودية ومن السعودية للكويت والحاجات دي. بس عمري ما سافرت لوحدي المسافة دي كلها اللي هي 30 ساعة بالطيارة. وطبعا 30 ساعة دي بحسب الوقت اللي بتقعد فيه في المطار، أكيد مش 30 ساعة طاير بس. المهم قعدت في الطيارة اللي من القاهرة لفرنسا دي وأنا كنت متأخر عليها وطلعت أجري وفتشوني مش عارف. الطيارة كانت أوفر بوك حاجات عبيطة كده. طلعت أجري وأنا لابس الحزام عليا والجزمة في إيدي وطالع أجري على الطيارة. المهم وصلت متأخر لقيت راجل مصري كبير يعني عنده 50 سنة ولا حاجة وجنبه ولد تاني وبرضه الولد ما يعرفوش. بس الولد رايح يدرس في فرنسا يعني. هم ما يعرفوش يعني اللي رايح فرنسا ما يعرفش ان انا طيارتي هتقف في فرنسا وبعدين هركب طيارة تانية تروح امريكا بيسموه ترانزيت. هم ما كانوش يعرفوا كده. فالمهم انا قعدت ولابس بدلة ومش عارف ايه. فاللحظة اللي انا قعدت فيها لسه ما سلمتش لسه ما عملتش حاجة كنت لسه تعبان. انا الراجل شوف الناس الفرنسية بيبقوا جايين متأخرين ازاي ومش عارف ايه ما عندهمش التزام بالوقت ولا حاجة. قال عليا انا فرنسي اللي هو يحرق قوي فرنسا بس يعني مش مشكلة. فانا قلت طب ما حلوة اللعبة دي، ما ايه رأيك اعمل عليهم ان انا فرنسي. طيارة من باريس لمصر 5 ساعات. فقعدت 3 ساعات منهم كل ما تجيلي المضيفة او كل ما تجيلي حد انا قاعد على الطرف. هما الاثنين قاعدين جنب بعض قاعدين يتكلموا بقى عن الدراسة في فرنسا. الراجل عاش في فرنسا يقول لك عشت في فرنسا 30 سنة مش عارف ايه. مش مهم يعني. انت لو بتروح فرنسا انت يحرقوا فرنسا ده المقصود يا اخي. انا ما فيش دولة بكرهها اكتر من فرنسا. تخيلوا حتى ده كانت حاجة وانا بصاحب لوان اللي طلعت في فيديو الجيم.
هي سافرت فرنسا دلوقتي ماشي. كنت بقول فرنسيه ايه القرف ده، صح فرنسيه دول اخترعوا العطور عشان يغطوا ريحتهم الوحشه وحاجه زي كده. المهم حد يجي يتكلم اتكلم انجليزي واتكلمه بلهجه ما اقولش الار او الحاجات المقرفه بتاعت الفرنسيين دي، وهم نازلين فيا سب. يعني المصريين دول تحيا مصر والله يا رجاله. المهم وانا قاعد في الطياره يقولوا شايفين الفرنسيين، يعني انا عشت معاهم كتير ولا يتحبوا ولا يتعاشروا ولا يعني مصريين والله مسكوني يعروني. يعني انا فاهمهم بس طبعا مش مبين ان انا فاهمهم، عامل نفسي مش واخد بالي ومش عارف هم بيقولوا ايه. لما كلمتهم بالانجليزي ومش عارف ايه وبتاع كلام سخيف. هتلاقيه عنصري، تلاقيه بيقول ايه المقرفين اللي جنبي دول، يقول فرنسا اتملت مش عارف ايه وبتاع. فقعدت 3 ساعات اعمل نفسي ان انا فرنسي بتكلم. يعني طبعا ما بتكلمش فرنساوي. انا اخدت 2 فرنسي في المدرسه، بس ما اعرفش اي حاجه فرنسي. بعرف اشتم بس عشان لوان علمتني ازاي اشتم، فبعرف اسبسب بالفرنسي بس ما بعرفش اعمل حاجه تانية. فالمهم يعني وانا كان قبل الكلام ده من 2 يعني. فبعدها بعد 3 ساعات قمت رحت قلت لهم يا رجاله انتوا مش هتبطلوا حكي زباله بقى وحاجه زي كده. اتفجروا رعب افتكروني فرنسي بعرف اتكلم مصري، لان برضو انا لهجتي زي ما انتوا سامعين. يعني انا مولود في الكويت وعشت في مصر، فلهجتي خليط بين الكويتي والمصري. فلهجتي فهم استوعبوا ان انا لهجتي مش طبيعيه، قلبهم وقع في مؤخرتهم. قلت لهم يا رجاله مصري بس. قلت انا لما قعدت لقيتكم بتتكلموا عليا بالمصري مش عارف ايه، قلت هتبقى حاجه حلوه ان انا اعمل. قعدوا يضحكوا ومش عارف ايه. انا كان عندي 17 سنه بالمناسبه يا رجاله. وانا في الطريق للبيت كده قلت عشان في واحد قال لي مش عايز تعمل لنا نيبرهود ووك. قلت له ايه ده؟ قال لي شوف القناه دي بتعمل الحوار ده. طبعا ما شفتش القناه بس يعني قلت والله فيديو لطيف. واصحابي اللي هم اصحابي اللي هم كانوا معايا في المدارس بتاع بيقولوا لي يا ولد حلو الكلام ان انت قاعد تتكلم وبتاع، بس يعني عايزين احنا يعني انت بتتكلم كتير، يعني خلينا نشوف المكان، خليك اطلع اتحرك، خليه ورينا الامريكا. فقمت قلت ماشي. انتوا مش عارفين ان انتوا نور عينينا ولا ايه؟ تقولوا حاجه انا هنفذ على طول. ده فلوج بدون اغاني بس سامعين صوتي. انتوا يا رجاله حرقتوني في اخر فلوج. الاغاني مساعده جبت صداع مش خلاص يا رجاله خلاص انا اسف. بس يعني المهم ف والله ما اعرفش بس كل تعليقاتكم الحلوه ده هو والله يا رجاله انا بحبكم. المهم رجعنا البيت. طيب الخطه شوفوا ترجع البيت اول حد مستنيك. البيت تنور ازاي الشمس. الخطة يا رجالة انا كنت احكي في الحوار ده. انا في شهر 10 عندي ماتش ملاكمة تمام. هتدرب انا بسرعة. كنت عارف الفيديو بس قلت لا خليني اتدرب شوية قدامكم. عليت في ماتش بوكسينج في الجامعة 1000 شخص وانا ما اعرفش اي حاجة عن البوكسينج. انا دلوقتي اعرف. انا دلوقتي الى حد ما متمكن. دلوقتي الى حد ما مش مستوى بطولة ولا مش مستوى الماتش ده الولد اللي هلعب ضده. يعني زي بصوا كده رعب هتمسك ادعك بس يعني ربنا يستر. المهم يعني تسلموا يا رجاله. شكرا على المشاهده. ده فيديو عشان انتوا طلبتوه مني فانا عملته. بس يعني شكرا على المشاهده ومع السلامه. اطلعوا بره. طيب يا رجاله وانا قاعد امنتج الفيديو جات لي فكره عبقريه في الفريم ده ما فيهوش اي حاجه. فقلت ايه خليني اعمل حركه لطيفه كده. ايه رايكم نجيب الصوره دي خفيفه ونقصها بس نخليها خفيفه والله خف. بعدين نمسكها نحطها هنا نصغرها باين نصغرها. بعدين مش نقطعها هنا دي نقطه بس تعرفوا الفريم ازاي.
عايزكم يا رجاله تحطوها وتنشروها، لان عفريت طلع في الفيديو بتاع دي تبقى مقلب حلو.